السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا رزاع، فيديو جديد من قناتكم قناة رزاع فيفا موبايل. والنهاردة جينا بفيديو قوي جدا جدا جدا. لا هقول لكم النهاردة أفضل الجليتشات أو الجليتشات عموما اللي متواجدة في التسديدات. هخليك النهاردة بعد الفيديو ده تسدد حرفيا صواريخ بأي لاعب من عندك. وكمان هعلمك ازاي تجيب جوال من نص الملعب. ولكن قبل ما نبدأ بتمنى منك انك تصلي على النبي وتذكر الله وتدعمني وتضغط على زر اللايك. ولو ما اشتركتش عندنا في القناة بتمنى منك انك تشترك وتنضم على عائلتنا عائلة الرزاع وتشترك هنا في القناة. وليتس جو. مبدئيا كده هندخل على الاعدادات ونخش كمان على بيئة اللعب. وهينزل هنا تحت شوية حلوين. انزل هنا ننزل كمان. هنا هتنزل عند حاجة اسمها معدل رفع القوة السريع اللي هو ده. تمام، اللي انا عمال افتحه واقفله ده اتاكد ان انت مفعله. تمام، هتاكد ان انت مفعله وتطلع على طول عادي جدا. وهندخل على النادي. تمام، وندخل على الفريق. وكمان هندخل هنا على تعديل الفريق عشان اجرب لكم التسديدات حرفيا بقت عامله ازاي. وهندخل طبعا على حركه المهاره عشان نقدر نجرب الحاجات بتاعتنا. ندوس هنا على تجربه. وحرفيا بعد ما تفعل الميزه دي واقول لك كمان تعمل ايه قبل ما تسدد. انت اي تسديده هتعملها هتكون بهدف 100%. هنا مستنيين ان هو يبدأ. طبعا مش هوصل لكم اي حاجه علشان تكون التجربه كلها قدامكم. مبدئيا كده اي مهاجم هتسدد، اي حد هتسدد بيه لازم أن يكون مهاجم. يعني مثلا دياجو جوتا، او حتى يعني يكون يعني بيتت ده مثلا سي دي ام. لا طبعا ما تشوتش بيه. بيرلو سي دي ام ما تشوتش بيه. باجيو كام شوت بيه عادي. لا، فاهم حاجه ان انت تشوت بحد اصلا يكون التسديد عنده قوي عشان تقدر، عشان الكره تيجي طبعا على الجون تكون قويه. انت اول حاجه يكون وشك للجون، واللعب هيكون معدول على رجله. يعني مثلا دياجو جوتا خمسة قدم ضعيفة، فانت هتشوط لو بيمينه او بشماله فهو هيشوط بالاتنين عادي. ولكن مثلا واحد زي بيرلو هو بيشوط بيمينه فشوط باليمين، ما بيعرفش يشوط بالشمال ما تشوطش بالشمال. وده طبعا تطبقه مع كل اللعيبه. يعني ما تروحش تشوط بميسي مثلا باليمين او تشوط بكريستيانو بنسخه مثلا اربعه قدم ضعيفه تشوط بيه بالشمال. لانه حرفيا التسديد عنده هتبقى سيئه جدا جدا. وكمان مش هتكون هدف او ممكن حتى تيجي هدف ولكن يعني مرات قليله خالص. فهنا دياجو جوتا هتمشي بدياجو جوتا وتملى الباور على الاخر. شايف انا مليته كده؟ شايف التسديده خرجت ازاي وضربت في العارضه. حرفيا كسرت العارضه. ده كله ليه؟ عشان انا فعلت الميزه دي. بص شايف انا هنا ما مليتهاش على الاخر، هنا ما مليتهاش على الاخر للاسف. بس شايف التسديده بقت قويه ازاي. يعني لو احنا رحنا بقى قفلنا الميزه دي وملينا الباور شوت على الاخر حرفيا التسديده هتطلع بره خالص. شايف التسديده عامله ازاي؟ حرفيا صواريخ. حرفيا الكره دخلت في الجون وطلعت واحنا ما شفناهاش. يعني انا افتكرتها طلعت بره لغايه ما اتحسبت جون. يعني شايف. بص شايف التسديده بقى. شايف العرض حرفيا اتكسرت من قوه التسديده. حرفيا مهاره قويه جدا جدا ممكن تجربها في الماتشات اللي في الديفيجن. شايف. بص شايف التسديده يا ربي. حرفيا العارضه بتتكسر. يعني شايف مثلا لو انا شطها ببيتت، شايف تلعب بره ازاي عشان بيتت ايه سي دي ام بيلعب ارتكاز، فالتسديدات عنده اكيد مش هتكون اعلى حاجه. فشايف مثلا دياجو جوتا عكس دياجو جوتا مثلا اهو. شايف حرفيا في التسعين. حرفيا في التسعين عن مهاره قويه جدا 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 وتستخدمها. يعني لو انا من نص الملعب مثلا شايف حرفيا المهارة أسطورية جدا ولازما تجربوها ممتعة كمان. يعني أنت تكون في نص الملعب وتقوم شايط شوطة. شايف يا ربي كانت قريبة قوي. المشكلة إن الكور قريبة بس ما اعرفش ما بتجيش ليه. هل عشان دياجو جوتا مش أحسن حاجة؟ يعني مثلا لو أنت عملتها بكريستيانو هتكون 100% هدف. طبعا هنا شطها عشان هو ما استلمهاش. انت لازم اول حاجه تخليه يستلمها. شايف هو كده مستلمها، ما يكونش مثلا ايه اللي هو كرة قدامه وتقوم شايطها بيه. لازم يكون مستلمها. وكمان لازم تملى الباور شوت تكون ظابطه بالظبط. يعني ما تكونش انت قريب من الجون وتقوم مفعلها على الاخر. يعني مثلا ما كنتش هنا واشوطها هنا بالراحه مثلا اكيد هتطلع ضعيفه. او ما كنتش حتى قدام الجون واملاها على الاخر. يعني هجربها كده معاكم. شايف هكون قدام الجون. يعني نروح قدام الجون. طبعا النت للاسف زباله. يعني هنا الحمد لله. يعني ما تكونش هنا مثلا وتملى الباور شوت على الاخر حتى مش هتتشاط. شايف مش هنا وتقوم مالي الباور شوت على الاخر. هنا جات عشان طبعا ما كانش في غير الحارس قدامنا. ولكن في الماتشات هي مش هتيجي اطلاقا يعني. فهنا ديناتلي شايف حرفيا المهارة أسطورية جدا جدا. هنروح دلوقتي نطبقها مع بعض في ماتش فيلا بينا. تمام. شايف. بص حرفيا العارضة اتكسرت يا جماعة. العارضة حرفيا اتكسرت. يعني لو انا كنت بعدت سنة او كنت ضعفتها سنة صغيرة حرفيا كانت هتخرم التسعين يعني وكانت هتبقى جون 100%. يعني نقطعها. تمام. يعني نديها مثلا لدياجو جوتا. دياجو جوتا شايف
نمرة الباور شوت حرفيا الكرة قوية جدا جدا جدا، ولو كنت في النص كانت هتبقى 100% هدف. طبعا هي جت كده علشان انا كنت عاملها على الزاوية. شايف جول، جول حرفيا اسطوري. دي الزاوية، بص للاسف النت عندنا بيعلق. شايف حرفيا في التسعين 100%، لو فاندر سار حرفيا واقف قدامها مش هيعرف يصدها اطلاقا يعني. انا ده روبرتو باجيو، شوت يا باجيو، بص جون. حرفيا صواريخ بتتشاط عشان انا فعلت الميزه دي. حرفيا ميزه قويه جدا جدا جدا، ولازما تشغلها على طول. بص شوف روبرتو باجيو، شايف شايف في التسعين حرفيا جابها في زاويه الشيطان. بص هنا، شايف جول، جول حرفيا اسطوري من دياجو جوتا. شايف عدى هنا وشاطها. بص شايف شاطها ازاي، يعني دي مش ارتو، شايف عملت حرفيا خبطت في العارضه ودخلت. الصراحه قوه التسديد عندي، قوه التسديد في المهاره دي اسطوريه جدا جدا، ولو عرفت تظبطها وتستخدمها صح حرفيا انت هتكون هاكر في الميزه دي، وهتعرف تستعملها 100%، وهتكون حرفيا هتجيب اهداف على اقوى حارس في اللعبه عادي جدا من نص الملعب. وبس وبكده يا رزاع نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك انك تكون صليت على النبي ذكرت الله ودعمتني، وتدوس على زر لايك وانضميت لعائلتنا على الرزاع واشتركت هنا في القناه. وجود باي.